السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بفكركم النهارده بالكفتة اللي كنت عاملاها من سنة فاتت بالبطاطس. بترمي كتير وبتدي كمية كبيرة محدش بيكتشف ان فيها بطاطس ولا حاجة، بتحس ان هي كلها لحمة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفكركم تاني بيها. انا عاملاها من سنة وعلى قناتي من سنة، دلوقتي شايفاها الكل بيعملها، فانا قلت افكركم بيها واعيدها معاكم تاني. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ربع كيلو لحمه وعليها نسبه دهون يجي 50 جرام كده، ومعايا بطاطستين كبار اكتر من نص كيلو. بشرتها بارفع ناحيه من المبشره. انا كنت موريه لكم برضو المبشره في القناه بتاعتي في المره اللي انا عملتها قبل كده، مورياكم الناحيه انهي. وبشرتها وعصرتها جامد من الميه بتاعتها، وجبت بصلايه متوسطه بشرتها معاها وعصرتهم الاتنين مع بعض وقلبتهم مع بعض. كنت انا حاطه المره اللي فاتت بقسماط فما حطيتش المره دي حطينا. جبت رغيف فينو وشلت الوش بتاعه وبليته كده نص بله وعصرته كده وعجنته، وهحطه عليه اللي هو ده. ومعانا بقى البهارات، معانا بيضة ومعانا بقى كل البهارات. معايا بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا وتوم بودر بصل بودر وكزبرة على كمون ونص معلقة جنزبيل ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة من البهارات السبع. ومعايا هنا فلفل اسود ومعلقة سكر اهيت وملح، معلقة سكر وملح. ومعايا اللهم صل على النبي ملح ليمون، لو مش ملح قصدي ملح صيني لو مش متوفر خلاص. لو عندك اللي هي مرقة الدجاج البودر دي حطي، مفيش مش مشكلة، بتكتفي بمعلقة السكر. ومعايا نص معلقة من البيكنج باودر، يعني كل البهارات اللي عندك. وهنحط البيضة. ومعايا بقدونس نص ربطة غسلاها واخدة الورق بس وهعملاها. وهحط كل المكونات دي على بعضها وهعجنها عجنة كويسة والبيضة وكله. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد كده هنحط عليها مكون ايه تاني عشان يديك الريحة والطعم ان هي كفتة مشوية. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما ريحت في التلاجة لنص ساعة خدتها صبعتها كده. دول 27 صباع ما شاء الله، وغير اللي عملته البنت عشان تتغدى عملت لها 5 صوابع. يعني اللهم صل على النبي 32 صباع كفته. هنقليها بقى واوريها لكم بعد ما تتقلي، بس مش هقليها كلها عشان هقلي حسب ما حسب ما انت محتاج. يعني لما تيجي تاكلي عشان تبقى سخنه، وانا مثلا هاكل لوحدي دلوقتي هقلي على قدي. وكل ما مثلا حد هيعوز وقت ما تعوزيها تقليها حطها في التلاجة، اما تيجي حد محتاج هياكل تقليها وهو بياكل عشان تبقى سخنه. انها هقليها كلها مره واحده وهتتركن، هتبرد وهتجلد، واحنا في السقعة طبعا هتبقى طعمها مش زي ما تكون طازة، زي ما تكون سخنة برضه. فانا هقلي جزء منها واوريهولكوا واحط الباقي في التلاجة، اللي يعوز هقليله. فانت تعملي كده. ولو مثلا هتركنيها هرصيها في قلب طبق فويل وغطيها بالاسترتش وحطها في الفريزر وتطلعيها وقت ما تحبي تقليها تفك شوية وتقومي قليها. اهي قدامكم اهي اكنها كفتة حياتي، مش باين فيها اي بطاطس ولا اي حاجة. وانا عملتها لكم قبل كده من سنة وهتلاقوها على قناتي من سنة فاتت، وان شاء الله تعجبكم. هعملها لكم وهوريها لكم برضه، هقطعها قدامكم وهوريكم شكلها يبقى ايه بعد ما بتتحمر. بفكركم بيها. خليكم معايا لاخر الفيديو، ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. طيب اهو بعد ما حمرتها اهي، وعملنا معاها مكرونه سباكيتي اهي مفلفله وجميله اهي. وهي اتحمرت على قد ما حمرتهاش كلها زي ما قلت لكم، حمرت على قد ما انا هاكل عشان انا لوحدي، واي حد هيعوزها احمرها وقت اللزوم عشان ما تبردش. جربوها، حاجه اقتصاديه وبمكون بسيط. ربع كيلو لحمه هيعمل لك وليمه في البيت، هتاكلي كذا فرد منها، وجنبها شويه مكرونه. يبقى احنا عملنا غدوه بما فيش. واهي وجربوها والله ريحتها تحفه وطعمها تحفه اهي. وما عملنا معاها سلطه الطحينه طبعا بنعملها على طول، وانا عملتها قبل كده معاكم قبل كده اهي. جربوها بقى.